حبايبي الحلوين، تعالي اقولك على حاجه. عندك اي مشكله في منطقه البكيني ومحتاجه ان انت تعملي تفتيح، او عندك مشكله في الروايح او في الالتهابات او في كل المشاكل اللي بتواجه اي بنت؟ طيب ايه رايك لو جبتلك حاجه هتقضي على كل الحاجات دي وهتعمل حاجات حلوه قوي؟ يلا بينا نشوف معانا ايه النهارده. ريمز عملت لنا مجموعه للبكيني. اي بنوته هتشكرني على استخدامها للمجموعه دي. عباره عن ايه يا نيني المجموعه دي؟ اول حاجه، لو انت عروسه بدون اي تردد لازم تكون عندك المجموعه دي. ولو انت بتتفرجي عليا وما عندكيش المجموعه دي، انت مقصره في حق نفسك، حقيقي مقصره في حق نفسك. طيب تعالوا نشوف بقى ايه هي المجموعه. اول حاجه وهي الصابونه دي. الصابونه دي مخصصه لمنطقه البكيني. بتعمل ايه؟ هي بالعرق سوس والقرنفل بتقضي على كل الروايح الكريهه اللي موجوده في المنطقه، وكمان مع الاستخدام بتعمل تفتيح، وكمان بتقضي على الالتهابات بطريقه طبيعيه جدا، وكمان بتقضي على الافرازات بطريقه طبيعيه برضو جدا، يعني مش بتاثر باي طريقه سلبيه. وحاجه تانية كمان، هي مش بالعرق سوس والقرنفل بس، لا هي كمان فيها منتول. المنتول ده بيعمل ايه؟ بيديك انتعاش فظيع، اللي هو تحسسك كده ان انت بتخدري المنطقه لو انت بقى عروسه جديده او الحاجات دي. تاني، المنتول ده بيعمل ايه؟ ده بيديك انتعاش فظيع وبيحسسك ان انت اكنك حاطه مخدر كده. يعني لو انت زي ما قلت عروسه جديده، دي هتكون حلوه جدا جدا، خصوصا للالتهابات اللي بتكون في بدايه الجواز. تمام، فدي اول حاجه في المجموعه وهي الصابونه القمر دي. نيجي بقى لتاني حاجة، وده الحاجة القمر اللي عجباني جدا، وهو الديودرنت الخاص بمنطقة البكيني. ايه يعني ده؟ ديودرنت زي اللي بنستخدمه في الاندر ارم؟ ايوه، ما هي المنطقة دي محتاجة ان انتي تخليها على طول ريحتها كويسة علشان تبقي كويسة. ده ديودرنت للمنطقة، مش بس ديودرنت. ده بقى عبارة عن ايه؟ ده بقى يعني حاجة قمر 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 كده. انا عايز بس اوريكم قوامه بيبقى عامل ازاي. ده مع الاستخدام، يعني مع الاستخدام بيعمل ايه؟ بيفتح لك المكان كويس جدا، بيخلي الروايح، مفيش روايح، ريحته تجنن تجنن تجنن. هنفترض ان احنا بنعمل كده اهو على المنطقة، فانتوا بصوا معايا كده وانا بستخدمه. اصلا في تفتيح وقتي كمان، ريحته فظيعه. عايزه اقول لكم ان ريحته كمان ثابته، ودي حاجه حلوه جدا جدا. فبصوا ده مع الاستخدام اهو، ده شكله لما هتحطيه عامل لك تفتيح. في فرق ما بين ايدي دي وما بين ايدي دي، وكمان ريحته تجنن تجنن. ده مع استخدامك ليه هيفتح لك المكان، وكمان هيقضي على اي روايح كريهه، وكمان اهم من كل ده ان هو حاجه طبيعيه جدا. تعالوا بقى اقول لكم كمان بالمره مكوناته عباره عن ايه. عايزه اقول لكم ان هو فيه فيتامين اي، فيه بانسينول، فيه زيت الارز اللي بيعمل على تفتيح المكان، وكمان فيه زنك. يعني كل المكونات دي في الديودرنت ده حاجه قمر قمر قمر. لما هتجربيها مش هتبطليها لمنطقه البكيني. هيقضي لك على كل الروايح، هيلطف لك الجلد جدا. يعني لو عندك كمان الحبوب اللي بتظهر تحت الجلد هتقولي لها باي باي، مش هيبقى فيه الحبوب دي تاني ابدا ابدا ابدا. دايما في اخر الفيديو بحب انهي الفيديو بحاجه تكون فظيعه، ومفيش افظع من ده. ده بقى ايه يا ناني؟ ده برفيوم لمنطقه البكيني. ايه ده بجد؟ ايوه، ده زيوت طبيعيه، ما فيهوش اي كحول. طبعا مش هينفع ان احنا نحط حاجه في المنطقه دي ويكون فيها اي كحول. بتستخدميها على اللاين بتاع البكيني. عايزه اقول لكم ان ده ريحته تجنن. عندهم بقى منه روايح كتير جدا. الريحه اللي معايا دي اسمها ميكس 6، دي حلوه جدا جدا جدا. نيجي بقى على بقيه الروايح اللي عندهم، تحفه. يعني انت هتقدري تختاري ما بين روايح كتير. البارفان ده ثباته فظيع، تمام، ثباته حلو جدا. فانت متخيله انت عملتي ايه دلوقتي؟ انت استخدمتي مجموعه لمنطقه البكيني. لازم تكون عند اي بنت وعند اي عروسه خصوصا. كمان انت استخدمتي الصابونه وبعدين الديودرنت وبعدين البارفان. يعني انت كده بتقولي انا عرفت ازاي اهتم بمنطقه البكيني، وعرفت ازاي ان انا اكون محافظه على نظافتي وعلى الروايح باستمرار. ودي حاجه مهمه جدا جدا في حياه اي بنت، ان هي تكون محافظه على منطقه البكيني وعلى الروايح، وان هي باستمرار تكون المنطقه دي نظيفه وريحتها كويسه وما يكونش فيها مشاكل. عايزه اقول لكم ان المجموعه دي بجد لما هتجربوها هتتبسطوا جدا. اطلبوها فورا يا جماعه، خصوصا لو انت كمان عروسه. بجد بجد بنصحكم ان انتوا تجربوها لانها حلوه جدا جدا جدا.
سايبه لكم اللينكات بتاعت ايميز، الفيسبوك والانستجرام كمان. عايزه اقول لكم ان هم عندهم عروض حلوه جدا، اسعارهم حلوه جدا، المجموعات بتاعت كل العنايه عندهم حلوه قوي قوي قوي. مش بس مجموعه البيكيني، هتلاقوا عندهم حاجات تانية كتير. وبجد مبسوطه قوي من تجربتي لمنتجاتهم، لانهم فعلا فعلا قد الثقه ان انتوا تجربوا الحاجات بتاعتهم، وهتتبسطوا قوي قوي بالمجموعه دي بالذات. وبالذات يا جماعه بالبرفانات بتاعت البيكيني دي حاجه مهمه جدا ان هي تكون موجوده عندنا كلنا، عشان كلنا هنتبسط. باي باي.